واحدة اكتشفت إن البلد بتقتل الناس البريئة والكل كان ساكت. هيلين راهبة بسيطة راحت تزور واحد عنصري مجرم محكوم عليه بالإعدام، كان كل هدفها تخليه يتوب قبل ما يموت، لكن اللي حصل كان صدمة، هو اللي فتح عينيها على حقيقة مرعبة. أنا حسام حامد مخرج، وهنتكلم عن السينما لما غيرت الواقع. المجرم اللي راحت له اسمه ماثيو، بدأ يقول لها على حقائق مريبة. اللي بيتعدموا مش أسوأ المجرمين، دول الفقراء بس. بصي حواليكي، مفيش أغنياء في زنزانة الإعدام، كلنا فقراء، يا إما لون بشرتنا أسود يا أبيض بس فقير. هيلين بدأت تراجع نفسها، راحت زارت أهل ماثيو، لقتهم فقراء ومكسورين، وبدأت تشوف الصورة الكاملة. النظام بيعدم الفقراء مش أسوأ المجرمين. فيلم ديد مان ووكينج حكى القصة دي. سوزان عملت شخصية الراهبة وكسبت الأوسكار بسببها، لكن الأهم إن الفيلم كشف إن النظام فاسد. الفيلم ما تحيزش لحد، بس كشف الحقيقة المؤلمة، إن العدالة في أمريكا عنصرية وطبقية، ولكن التأثير كان قوي جدا. سنة 1995 80% من الأمريكان كانوا مؤيدين للإعدام، ولكن في سنة 2019 النسبة نزلت ل 36%. 23 ولاية لغت قانون الإعدام، وأحكام الإعدام قلت بنسبة 900% من سنة 1999. والإحصائيات الأخطر اللي الفيلم كشفها إن كل 8 عمليات إعدام في منهم واحد بريء. الأخت هيلين بقت رمز عالمي، اتقابلت مع الباباوات والرؤساء، ومحاضراتها بقت تغير قوانين في دول، والمؤسسة بتاعتها ضد عقوبة الإعدام بقت من أقوى المنظمات في العالم. حتى نادي المحامين الأمريكيين طالب بوقف الإعدام بسبب تأثير الفيلم. سيب لي رأيك في كومنت واستناني في حلقة جديدة. ما تنساش تعمل فولو وسبسكرايب علشان تشوف باقي الحلقات.